السلام عليكم، مرحبا بكم. نحب نرحب بالمشتركات كامل نقول لكم مرحبا بكم في العالم سالي للابداع والديكور، سواء كانت جديده ولا كانت معنا من اول بدايه القناه. اليوم حبيباتي حنديرو كمشروع، كيما العاده والعوايد توجور مع المشاريع. حنديرو لو تور دو لي تاع البيبي. واش حنحتاجو؟ هذا حنكمل الطقم تاع الاخت تاعي اللي ربي يا ربي يحفظها ان شاء الله، وربي يعطيها وقفه سهله ان شاء الله يا رب. راهي دوكا في السبيطار، راهي مع مع التوجع وكاع، سما لازم نكملوا لها باش قبل ما تخرج من المشفى. واش حنديرو؟ لو تور ديلي هذا تاعنا كنت منا لهنا هكذا، هذايا هاد القماش كنت منا لهنا قصت 40 سنتيم، وخليت كامل الطول تاع القماش. الطول تاع القماش فيه 240. وتانيك من الفيغ تانيك قصت 40 سنتيم على الطول تاع القماش 240. وقطعت شريط واحد اخر، فوالا هاوليك هاد الشريط في الاخضر الطول كامل 243 سنتيم، والعرض تاعو هنايا درتو 15 سنتيم. واش درت دوك هنايا؟ نحكمو بالخياطه هكذا، نعطفو كامل بالخياطه حتى للطرف، نخيطو ونعاود نولي معاكم. شوفوا معانا خيطتو، وهذه كنت عملتها معاكم في الفيديو السابق اللي كنت خدمت دغاو المخده. راح نحط لكم الفيديو في صندوق الوصف اللي ما شافتوش تشوفوه. راح هادوك نلصقها هنايا، راح نحكم هاد الاقمشه هاد الزوج وندير هذا معاهم الثالث هكذا، نلصقها حتى للطرف، نديرو كامل حتى للطرف. هذيك 240 كامل ندير لها ونكملو مع بعض. الله دوكاتيك شوفوا معانا راني كملته. دونك واش نزيدو عفوا واش نزيدو نديرو؟ نقلبو هكذا لهنا، نسقموه مليح هكا لتحت، نلصقولو هذا من الفوق، نحكموه نخيطوه لهنا باش كي نقلبو يجينا هذا من تحت. هذا مكان بعد ما كملته. وتانيك غلقت من لي كوتي، ها كيما كتشوفوا معنا غلقت هكذا، وغلقت هنا في لي كوتي اللي هنايا. بون هي عندها اختي عطاتني هذايا، قالت لي غلفيهولي، دونك حنديره لها لداخل. دونك هكا ما نقدرش نديرو هنا، لازم في الارض نحطو مليح ونديرو لداخل. نتيا حديري لاواط تقطعيها الطول هنا 40 و240 العرض تاعها، حديريها كامل. دوك نسقمها مليح للداخل ونولي معاكم. كي سقمتو دوك مليح، واش حندير هنا؟ هاد العطفه راح نغلقها عادي، تغلقيها نطويو للداخل ونجوزو عليها بها بالخياطه حتى لتحت. راكي راح ديري لها هكا، تعطفي للداخل هكذا، نطويو حنا هكا ونعطفوها هكذا، نروحو حتى لتحت. انا بعد ما كنت كملته غلقته لهنا كيما قلت لكم، غلقته له، ومن بعد درت له هنا طريق تاع خياطه. هاي اللي كيما كتشوفي معانا، درت له طريقه هنا ودرت له طريقه هنا. دونك واش حنديرو؟ رايحين نديرو لي كوردون باش نربطوه. دوك تشوفوا معانا هكذا. انا قطعت شريط فيه 40 سنتيمتر ولا هنا 5 سنتيم، كيما معوايدنا كل يوم كنديرو هذه الطريقه هكذا، ونعطفها حتى لتحت هكذا. بعد باش نحكمو هكا في الوسط نصيبو كيفاش نربطو. دونك نكمل نديرهم كامل ونولي معاكم تشوفوا كيفاش نركبوهم. هامليك بعد ما خيطتهم شوفوا معانا، جيت حسبت منا هكذا منايا لهنا، حسبت 60 سنتيمتر، وطويت الكوردون تاعنا اون دو وحطيته هنا. دونك نجوز له خياطه لهنا، نخيطو هنا وسيبون. ومن بعد تيك نجيب البريك تاعنا نحرقو هنايا، نحرقو بيان هكذا باش ما يتفزرناش من فوالا هكا. دوك ندور عليهم كامل ندير لهم ونولي معاكم. هاوليك بعد ما كنت كملته، شوفوا درت هنا في هاد الكوا ومن بعد تكوين قلت لكم قصت 60 سنتيمتر، جوزت له هنا خياطه هكذا كيما كتشوفوا معايا ها هيك، وزيد درت لها الكوردون تانيك من اللور، وهنايا تانيك زيد درت كوردون تانيك في الوسط هاوليك، بصح ما جوزتش الخياطه. وهنا تانيك
60 سنتيمتر حسبت، ودرت كوردون في الوسط وبيان سور في الطرف. هاوليك درت هنا ودرت هنا. اما دوك اللي هنا في الوسط هنايا راح ندير التزيين كيما درت لها كيما درت في الدغا. دونك هذاك كنت درته معكم، ما نعاودش نديره لكم. كي نكملو كامل تشوفوا الشكل النهائي ديالو مع بعض. هنا النتيجه تاعو النهائيه بعد ما كنت كملته. درت له التزيين تاعو، هاو كيفاش درت له وحده هنايا، ودرت له زوج هذوك تاع البابور اللي تسوقي به البابور، ودرت وحده هنا ووحده هنا. انا ماهوش باين مليح بيسك راني حاكمته غير بالمخايط. شوفوا كيف راني مكرياته بالمخايط، ونهار نفرشوا في البونك تاعها راح نسقموا بيان ونوري لكم كامل الشكل النهائي تاعو كامل كيفاش خرج مليح. وكان بقى لي القماش قلت ما نخليهش هكذاك، زدت درت لها فراشيه سامبل عادي. راني درت معكم القياسات وطريقه التطرح. برك في الطرف تاع الفراشيه تاعنا زدت لها هاد لي بونبون بيسك كان القماش هذاك الغوج كان خلاص لي باش ندير لها الفولون كيما درت باش يجي لاصيري كيف ايبان درت لها لي بونبون هنا هكذا. ومن التحت الوجه تاعها التحتاني هاوليك في الفيغ درتو لها. هكذا نحب نقول لكم البنات وصلنا لنهايه الفيديو هذا، وان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله ينال الرضا تاعكم. والا كان عجبك ما تبخليش عليا باللايك، وما تنسايش الكومنتير، بارطاجي القناه مع ناسك وحبابك باش تعمل فائده للجميع. ونحب نقول لكم نتلاقى مع فيديوهات اخرى، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.